شركة جهينة بتضحك على الناس. النسب اللي مكتوبة على العلبة غير اللي طلعت معانا في نتيجة التحليلات، وانا مسؤول عن كل كلمة بقولها في الحلقة دي. الفائز بالمركز الاول مصر ولا السعودية؟ اللي هتشوفوه في حلقة النهاردة ما اتعملش قبل كده وممكن يعرضني للمساءلة القانونية، بس انا حابب. طب بتعملوا ليه؟ احنا هنحلل البروتين والدسم في الزبادي لان دول اهم عنصرين ودول اللي بيغلوا سعر الزبادي اصلا. خلينا كده نبتدي ونشوف الشركات كاتبه ايه على العلب بتاعتها. يبقى كده المراعي 3.5% بروتين، ودينا فارمز برضو 3.5%، وجهينة 3 و6. اللي هيضمن لنا بقى ان نتيجه التحليل دي دقيقه 100%، ان احنا هندخل في التحليلات اللي احنا هنعملها زبادي بلدي. الزبادي البلدي لازم نسبه البروتين اللي فيها بتبقى اعلى من الزبادي اللي هي بتبقى الصلاحيه بتاعتها طويله الامد. دي البلدي شايف؟ اللي هي المفروض بتتعمل في البيت. انت عارف ايه فايده الفخاره بقى؟ بتمص السوائل، فالمفروض ان هي بتخلي لك الزبديه تبقى زي يونانيه كده شويه. هندي كل شركه نمبر رقم، فاحنا هنقول ان الزبادي البلدي دي هنديها ايه؟ رقم 1. عينه رقم 2 هتبقى جهينة. ده ايه شكل القوام بتاع ايه زبادي جهينة؟ تعرف تزحلقها من غير معلقه؟ تقعد تعمل كده وانت عامل كده. شوف 3 المراعي. تعال. السعودية الجميلة الحلوة. عايز تروح السعوديه؟ ها عاوز يا جماعة شركة المراعي في السعودية عالمية ومنتجاتها مش طبيعية. دي ايس كريم ده يا ولاد. دي العينة رقم 3 زبادي المراعي. طبعا عشان المصداقية مش انا اللي هكتب رقم 3 على العلبة، انا اللي هكتب. انت اللي هتكتب. كل دي 3 انا همسكها بس عشان المصداقيه. عشان المصداقية. دي كده العينة رقم 3. اخر واحدة بقى ايه؟ دينا فارمز. مزارع دينا العينة رقم 4. الباكينج بتاع مزارع دينا صعب قوي بصراحة. بص 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 بص. اوه لا لا. ايه ده؟ ايه ده يا مزارع دينا؟ ده ايه نوع الباكينج ده؟ معلش مع احترامي يعني. هي مزارع دينا صيصة كده ليه؟ مزارع دينا ما تسيبها بقى للتحليل بقى. رقم 4 هي مزارع دينا. احنا كده جهزنا العينات بتاعتنا، هتتباعت في المعامل المعتمدة المصرية، وطبعا بالارقام محدش يعرف اصلا دي شركات ايه. وخلينا نشوف بقى نتيجة التحليل عاملة ازاي. يلا بينا. دي مختومه. نختومة يا باشا. تتوقع مين الفائز بالمركز الاول؟ مصر ولا السعودية؟ وانهي شركة؟ جهينة. هنبدأ بمين؟ ابدا بجهينة. انا هبدأ بمزارع دينا. مزارع دينا نسبة بروتين 3.9%، نسبة الفات 3.5%. يعني كده مزارع دينا امتياز مع مرتبة الشرف للأسف الشديد. ماينس الباكج. ظبطوا الباكج بقى. يبقى مفيش مرتبة شرف بقى. العينة رقم 3 المراعي السعودية. بص بقى المفاجأة بقى، المراعي طلع تقريبا نفس النسب بتاعت مزارع دينا. بص زي ده 1 في الفات، 1 من 10. 1 من 10 بس في الايه؟ في الفات. في البروتين نفس الحاجة 3.9. طبعا ده ليه معنى كبير ان هما الاثنين يطلعوا تقريبا نفس النتيجة. معناه ايه؟ ده يا باشا معناه ايه بقى؟ بياخدوا من نفس الجاموسه. بالظبط. المراعي بياخدوا من نفس المزارع بتاعت مزارع دينا، لان كده ده نفس اللبن اللي بيدخل في المصانع، عشان كده طلعت النسبه هي نفس النسبه. اكبر مزارع في الشرق الاوسط هي المزارع بتاعت دينا. فهم بيدوا برضو بيوزعوا لبن لشركات تانية. ندخل بقى على معشوقه الجماهير جهينة. النتيجه اللي انا ما كنتش عاوزها تطلع. يا عم وريني بقى. لا لا يا جهينة لا. معشوقه المصريين. اوه انا شفت رقم كده. جهينة للاسف الشديد. اي حد بيروح الجيم يا جماعه جهينة فيها 4 جرام. النتيجه بتاعت زبادي جهينة نسبه بروتين 4 مقفوله مش 3.9، ونسبه فات 4 تقريبا برضو 3.9. دي كده اعلى نسبه بروتين وفات في الزبادي كلها اللي كانت معانا ايه في الحلقه. الزبادي البلدي بقى بتفرق ايه عن الزبادي دي في نسبه البروتين؟ ده زبادي يوناني. نسبة البروتين 5 و6%، ونسبة الدسم نفس البروتين برضو 5 و6%. كده الزبادي البلدي بتفرق عن بتاعة الثلاجات دي مرة ونص تقريبا في القيمة الغذائية. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا. شكرا جهينة، انت فعلا قد المسؤولية وقد حب المصريين ليكي. واي حد يقول لك مصر ما بتعرفش تصنع او مش قد كده في خلاص التصنيع، بقى. لا يا باشا احنا جامدين قوي وبنعرف نعمل كل حاجة. كواليتي محترمة، كواليتي كنترول محترمة، وشركة مصرية عريقة قد المسؤولية.